السلام عليكم اعزائي متابعي قناه المزرعه تي في. هذا الفيديو هو تكمل للفيديو السابق اللي هضرت فيه على يعني اشنو هما المعلومات اللي خصك تكون عارفهم قبل ما تبدا مشروع تربيه الاغنام ديال السرطي. وبالتالي اليوم هذا الفيديو غنهضر للناس اللي بغاو يبداو وعدد رؤوس، ونبين لهم عدد الرؤوس ديال الاغنام اللي يمكن للمبتدئ انه يبدا بهم. بالنسبه للمبتدئ اللي هو ما عنده حتى خبره وبعيد عن المجال، فمن الافضل انه يبدا باقل عدد ممكن 5 الى 10 ديال الرؤوس. والعدد يعني هو راجع ليه والامكانيات ديالو، يمكن له يبدا بجوج، يمكن له يبدا بخمسه، يمكن له يبدا بعشرة، يمكن له يبدا بالعدد اللي يبغى حتى اكثر حتى اقل. هذا راجع يعني القدره الماليه ديالو، وكذلك القدره على يعني اعداد يعني الاعلاف اللازمه لهذا القطيع هذا. وبالتالي فمشروع تربية الأغنام احنا متفقين على أنه مشروع ولا مربح. كذلك في هذه المناسبة ديال العيد الأضحى اللي دازت، يعني الأسعار ديال الأغنام ديال السرديف هي أسعار كانت مرتفعة جدا، وكذلك الكسابة الناس تنفعوا شوية برغم أنه كان الغلاء ديال الأعلاف ديال الفصاد ديال الاعلاف المركبه ديال يعني القطانين اللي كتعلف الاغنام بحال الفول بحال سميتو، فهي كانت غاليه جدا اللي هي حدات من الربح ديال الكسابه. ولكن عموما فهي في الكسابه قدروا انهم يحققوا واحد الارباح اللي هي ارباح مهمه. الاغنام ديال السرطي يمكن لي نبدا باي عدد بالنسبه للمبتدئ، واقل عدد ممكن فهو يعني قله العدد كتساعد يعني الكساب اللي هو جديد على انه يميتريزي هذا القطيع هذا، لانه صغير وغيتحكم فيه ويقدر انه يوكله ويتهلا فيه وينتج. ربما 10 ديال الاغنام يمكن لها تنتج داكشي اللي غتنتج 20 او 30 الا كانت توفرت لها الشروط وكانت يعني مهليه وكانت معلفه مزيان. اما يقدر دير 20 وما تقدرش انك توكلها مزيان وما تنتجش لك كما غتنتج 10 الى انت تمكنتي انك تعلفها مزيان وتوكلها مزيان. هذا من جهه. من جهه اخرى فكذلك غادي تشوف انك واش غتخدم بالنظام المغلق والنظام المفتوح، واش غتخدم يعني غتسرح الغنم، كاين الارض اللي تسرح فيها الغنم، ولا غادي تسد عليهم في الكوري وغادي يعني تخدم بالنظام المغلق. وهذا الكوري هذا رغم انه كتسمع كوري، فالكوري ديال الاغنام ماشي شي كوري اللي هو كوري معقد خصو شي شروط معينه، يكفي انه يغبي على الشمس ويغبي على الشتاء. هذا كافي، ويكون واحد السياج اللي يحبسهم داخل هذا يعني هذا الكراج هذا او هذه البلاصه هذه ولا هذه الزريبه، بالاضافه لمونجوار ولا دوك العلافات ديال الاغنام، وكذلك دوك الاماكن ديال الشرب. هذا كافي على انك تبدا مشروع تربيه الاغنام. بالاضافه الى كنتي غتخدم في النظام المغلق، فبالتالي خصك تخدم هذه الوقيته ديال الصيف انك توجد الاعلاف، لانها تكون رخيصه شويه، سواء الحبوب سواء يعني الشمندار سواء يعني التبان. فبالتالي غيخصك انك تخدم على هذه الفتره هذه وتوجد الاعلاف الضروريه باش يعني تكون عندك واحد البدايه سلسه وبدايه موفقه. هذا بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ومازال ان شاء الله التكمله ديال هذا الفيديو في فيديوهات قادمه ان شاء الله.